السلام عليكم. هذه غتكون اول فيديو غادي نتعرفوا فيها على الفيوتشرز وعلاش خاصنا نتعاملوا معهم في التداول اولا هما اللي نكونوا كنتداولوا. اليوم غادي نوضح لك علاش التداول الفيوتشرز كيتعتبر من الخيارات الافضل بالنسبه للعديد من المتداولين وخاصه المحترفين، وكيفاش كيشكل فرصه رائعه لتحقيق الارباح في الاسواق الماليه. اول حاجه غندويو عليها اولا غادي نشير ليها هما هاد ثلاثة ديال لي ليان اللي غنخليهم لك لتحت، واللي تقدر تقرا فيهم شوية، تحارب فيهم شوية الأمية باش تعرف راسك علاش داخل. دونك هنايا عطينا واحد لاختيل صغيرة ديال لي تخيدين دو فيوتشرز، واش الفيوتشرز ولا السي اف دي، لا فولاتيليتي، بزاف ديال الحوايج هنايا. ولكن أهم حاجة إلا بغيتي تقرا عليهم، قرا عليهم في هاد لو سيت ديال سي ام او اللي هو لو سيت ديال لا بورس اللي مكلفة بهم واللي كاينة في شيكاغو. اول حاجه شنو هما الفيوتشرز؟ باش نفهموا شنو هما الفيوتشرز، هما واحد العقد مالي كيتيح لك انك تتفق مع طرف اخر باش تشري او تبيع اصل معين في تاريخ مستقبلي. يعني مثلا غنصاوبوا واحد العقد اليوم على اساس غنبيعو ولا غنشريو داك العقد من هنا مثلا لواحد 3 شهور ل 4 شهور. نعطيكم كمثال بسيط، الشركات اللي كيتعاملوا بالبترول ما كيبقاوش كيشوفوا الثمن ديال البترول طلع، الثمن ديال البترول نزل، ناري غنشريو اليوم رخيص لا غدا غنشريوه غالي، لا مكاينش هادشي. اللي كيتعاملوا بالبترول كيشريوه بدي كونطرا، يعني مكيهمهمش هما طلع ولا نزل، كيتفاهموا مع البروديكتور المصنع اولا داك اللي كيجبد سميتو البترول، كيتفاهموا معاه شريه السلام عليكم ورحمة السلام، غنصاوب واحد العقد، بموجب هاد العقد غتبيع لنا البرميل بهاد الثمن الفلاني، واللي بطبيعة الحال كيكونوا متفقين عليه بجوج، واللي غتبيعوا لينا في التاريخ المعين، في واحد التاريخ معين. كيفاش؟ مثلا غنديروا البرميل، هذا غير مثال بسيط، غنديروا ليه 100 دولار، 1000 درهم البرميل الواحد. حنايا حاليا في شهر واحد، حنا غنديروا معاه بان في شهر 6 اللي جاي واخا البرميل يطلع 2000 دولار ولا فيش ما بغا، حنا غيبيع لنا ب 100 دولار، وكنديروا معاه هاد العقد هذا. يعني حنا كمتداولين شنو مطلوب منا؟ مطلوب منا اتخافيغ الاناليز ديالنا نعرفو هداك العقد اولا هداك الثمن واش غيطلع ولا غينزل، وداكشي اللي كنداولو. دونك هذا هو العقد. ولكن بالنسبه للشركه شنو هي شنو هو الانتيغي ديالها؟ هو ان الثمن ما يتزعزعش، يبقى هو هو. نتوما عارفين بان الشركات عندهم واحد الثمن باش كيبيعوا، دونك الا مشى تطلع الثمن ديال لا ماتيغ بروميير راه غيأثر لهم على الربح ديالهم. دونك هما كيحاولوا يديروا هاد العقود باش يحافظوا على السيروره ديال العمل ديالهم، وباش يقادوا امورهم مع لي كليون وما يطيحوش في دوك لي شونجمون اللي تيكونوا على غفله. الوغ اش قلنا بان هو الفيوتشرز هو واحد العقد المالي كيتيح لك انك تتفق مع طرف اخر باش تشري او تبيع اصل معين في تاريخ مستقبلي بواحد الثمن معين. واش غادي يرتفع السعر، واش غادي ينخفض؟ هذه هي الاسئله اللي كيحاولوا المتداولين يجاوبوا عليها قبل ما ياخذوا القرار ديالهم باش يدخلوا في شي بوزيسيون. الميزه اللي كنظن انها كاينه هنا في الفيوتشرز انه كيعطيك الامكانيه تداول على المستقبل ديال السعر ديالو، واش السعر ديالو غيطلع ولا غادي ينزل. دابا خاصنا نتفاهموا على واحد القضيه، علاش خاصنا نداولوا الفيوتشرز.
الجواب بسيط. فيوتشرز فيه اكبر فوليوم متاح في كاع الاسواق، يعني فيه واحد السيولة كبيرة والفرص كثيرة. فيوتشرز كيعطيك امكانية كبيرة للدخول والخروج من السوق بكل سهولة، وهذا بفضل ديك الكمية الكبيرة من المعاملات اللي كتوقع في السوق يوميا. هادشي اللي كيسمح لك انك تقدر دير صفقات بسرعة، وبدون ما تكون مقيد بوقت معين، يعني ما يكونش شادك واحد الوقت. بيان سور حنا كندويو على واحد السوق اللي تيكون 24 اور سور 5، يعني غير 5 ايام من الاثنين للجمعة. وفاش كنقولو 24 اور تقريبا 24 اور حيت كاينه واحد السويعة ديال واحد المهم غتعرفها هي مع الوقت. وبيان سور ماشي هادشي اللي قلنا راه ماشي كلشي، كاين واحد الحاجة أساسية واللي هي العمل المستمر. الفيوتشرز كيخدموا على مدار الأسبوع كما قلنا، وهادشي كيسمح لك انك تداول في اي وقت بغيتي، في الصباح، في العشية، في الليل، في لا سيسيون اوروبيان، في لا سيسيون ازياتيك، في لا سيسيون امريكان، شو نتايا انت وشنو هو الوقت اللي نتايا مسالي فيه. يعني الا كنتي مشغول في النهار تقدر تخدم في الليل، وغادا بحال ما هكا. واحد القضية اللي كنشوف بزاف ديال الناس ما تيدويوش عليها فاش كيكونوا كيشرحوا الفيوتشرز، واللي هي ليستواغ او التاريخ ديال هاد الفيوتشرز. منين جاو هاد الفيوتشرز؟ الوغ الفيوتشرز باش دير في بالك واحد القضيه، راه ماشي شي حاجه جديده، راه عندهم تاريخ اللي طويل وطويل بزاف في العالم ديال لي مارشي بوكسي، اولا في العالم ديال لا بوكس. اول مره تستخدموا هاد الفيوتشرز راه تستخدموا في الفلاحه، وتحديدا تقريبا في دوك السنوات ديال 1800، نقولوا حنايا القرن 19. وبيان سور اول دوله تستعملوا فيها راه هي امريكان، الولايات المتحده الامريكيه، اللي كانوا فيها الفلاحين كيتفقوا مع التجار على واحد الاسعار مستقبليه باش يبيعوا لهم مثلا القمح، مثلا يبيعوا لهم القطن، يبيعوا لهم باش يقدروا يضمنوا يبيعوا المحاصيل ديالهم بواحد الثمن معقول بغض النظر على التقلبات ديال السوق. واحد من الامثله المعروفه على بدايه تداول الفيوتشرز كانت في بورصه شيكاغو في سنه 1848. تجار فلاحين كانوا كيحاولوا يتجنبوا الخسائر بسبب التغيرات الكبيره في اسعار المحاصيل، على حساب الطقس، على حساب العرض، وعلى حساب الطلب. وكانوا كيديروا عقود مع تجار اخرين باش يحددوا السعر، الثمن ديال دوك المنتجات في المستقبل، وهاد الطريقه خلاتهم يتجنبوا المخاطر. مثلا انا عارف بان المحصول ديالي غيخرج ليا واحد 20 طن ديال الزرع، كنت فاهم مع داك خينا شحال نبيع ليه الطن قبل ما يخرج هذاك يعني شنو هي التقلبات ديال السوق. مثلا تقدر تكون لوفر كثيره، لوفر طالع بزاف بزاف ديال الناس زرعوا الزرع في داك العام. دونك نتوما عارفين بان الا كانت لوفر كثيره راه الثمن كيطيح، حيت لا دوموند بيان سور كتبقى تقدر لا دوموند تكون هابطه. دونك انا باش نتجنب نطيح في هذا المشكل كنفيكسي الثمن مع داك السيد اللي غيشري من عندي بواحد 6 شهور قبل، كندير معاه واحد العقد اللي هو هذا اللي حنا اللي كندويو عليه، اللي داير عليه هاد الفيلم كامل، باش كان كنضمن انني ما نخسرش ونبيع بالثمن اللي انا حددته. الوغ هذا كان غير الفيديو الاولى، مازال عندنا تتمه ديال بزاف ديال الفيديوهات اللي غنشرحو فيهم وغنزيدو نديطايو فيهم وغندوي فيهم على بزاف ديال الامور كيخصو هاد العقود. انت دابا اللي دير في بالك هو ان هاد لي سيت ضرب فيهم دويره، قرا شنو فيهم، والى الفيديو القادمه بحول الله.